مرحبا بكم في درسناتكم سيرة من نور زعبا أحاديث أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبتي صحيح البخاري لتذكر درس نهب مساخاتكم نمهر ومساخاتكم كأ مجلس من مجالس العلم نقبر مالتي قطري عسران شدشتن بتحنا يبل الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كتاب الإيمان أو كتاب الإيمان يبل كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إذا حديث زي كبرات سمعتنا الإمام البخاري ون أبكال حديث أبكال بوتا ذكره أب كتاب الحج باب فضل الحج بقصري شحن حمش سميتين عشرة شعاتن كم أمن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بقصري ثمانية سلستن كتاب الإيمان باب الأعمال بالله أفضل. كم أمن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بقصري شحن شدو سميتن حمسان شمونتن والنسائي خاء ذكره بقصري كلت شحن شدو سميتن أربعان سنة أربعتان كتاب مناسك الحج فضل الحج. كم أون ذكره الإمام النسائي أو كتاب الجهاد ما يعدل الجهاد في سبيل الله بقصري ثلاثة شحن 230. كذلك الإمام النسائي دقيمه دماء في كتاب الإيمان وشرائعه ذكر أفضل الأعمال دبلكا بقصري 4 شحن 980 حمشتن. كمومن الإمام الدارمي في مسنده في كتاب الحج باب الأعمال أفضل باب أي الأعمال أفضل زبل دماء ذكروا بقلت شحن 430 شمونتن. دقيمو خاء بقلت شحن 780 حدا. والإمام أحمد دماء ذكروا في مسند أبي هريرة دقاقيمو بقصري 7 شحن 510 حدا كم دابلي كساع 10 شحن 870 شمونتن دقاقيمو ذكروا مالتي إذا يؤتي تخريج نيز حديث ذي بار من ذكروه الإمام البخاري ومسلم والإمام الترمذي والنسائي والإمام أحمد جاءتهم كلهم ذكرهم نزي حديث ذي بطعمي عزيم ذخنا حديث لذخنه حمشت قبتم علماء الإسلام والمسلمين ذكرهم مالتي. إذا حديث ذي برضو شواهد الله كم تحجي زبلناكم نتي حديثكم شرحون كلنا من ذكروا نبل كلا ودي كلا زي أتم قلت من بمخانم كن ذكرنا فلد زي حديث زي بتم علماء عبيتي بتم فلاطات النقد يبلو كم دمتنا انت حدا متيو زي صحيح البخاري ضعيفيو أي تقبلوا قابو أي تقرؤوا من كيب لنا نمهاري نازل لنا صحيح البخاري تزبلت كتاب بعد كتاب الله من بخانو بار زي حديث أبو هريرة ذكر لنا مالتو هل مس أبو هريرة لذكروا سبات كاللودو كابتم صحابة مسخاخري مالتو مسخاخري هو اللو ساتم دما
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري يبل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال من حديث صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني لو استزدته لزادني إذي مسخاخري مس أبو هريرة مالتيو من ذكروه صحابي الجليل عبد الله بن مسعود بار ذكروا منيو شاهد اللون إذا حديث كان بلنا عبد الله بن مسعود وين ذكروه إلا نبلكم كم أون أزي عبد الله بن مسعود حديثنا عبد الله بن مسعود بصحيح البخاري دقاق مذكروه كم أون الإمام مسلم نعم الإمام مسلم ذكروه نبلكم كذلك زي حديث زي عبد الله بن مسعود الإمام الترمذي وين وقطري 273 وين ذكروه مالتيو تي قال سيدنا محمد كم تسري ورد لكم يفعل لي الله وبرضو الإمام النسائي وين ذكروه كذلك برضو الإمام النسائي وين أبكال الحديث دقيم ذكروه نعم بلفظ الإمام النسائي يبل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو معين النخعي سمعه من أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال إقامة الصلاة لوقتها إقام الصلاة لوقتها بس بخمزئة عن يوم زرباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي الإمام النسائي ذكروا مالتين لكم كم أون ذا حديث زي الإمام أحمد وين أب متحف ناتو في مسند عبد الله بن مسعود وين ذكروه كم أون دقيمو بردو ذكروه دقاقمو الإمام أحمد بتفعل عليه من قدي ذكروا أزي حديث زي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك هذا حديث زي كبرات سمعتنا برضو بمسخة خريخ تزبل لكم عبد الله بن مسعود كذكرهم كله كم من عن أبي ذر قال له عن أبي ذر زي من بلك الأي مسرجة وي من بلك الأي مسكر مالتي حديث أبي ذر أبو ذر تيبل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند الله وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك يا سلام يخب زي حديث ذي مسخاخري ناي حديث أبو هريرة
بل قال أي ذكر له عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قرأ لكم قال أي جزء حديث زي مهم سلزقني اللي كان أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك يقولوا سيدنا محمد أبزي سيدنا أبو ذر مسحتهم انتهي تزبلت أسراح إلهم سيدنا محمد إيمان بالله وجهاد في سبيل الله فدعراك إلو فأي الرقاب أفضل يعني أين يتزحش باريا ناتاخ سدد إلو تزبلت يعني المعيني وانآه وأتي زيادة واقع خوينو زركب تديقر كاد ما نزي دي فلت عشاسب مهر دخاد ما حجز تديقر بركو إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كابتي شرناتكا سب أدحن يعني شرخا قد تبل نفسخا حز شرناتكا أي تزوتر وزنا قرزين تقيركايو صدق أي الحساب الكا إذي بار أتي مبل كال أي نبلكم زلنا مسخا خري الناي حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبو ذر جي خليته مسكرا لنا مالتي تقند حديث أبو هريرة أيو قدما مسكر عبد الله بن مسعود قال أي مسكر كأ أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه حديث أبو ذر برضو ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمام باب الإمام بالله أفضل الأعمال وأيضا إذا حديث زون عبد الله بن مسعود تفعل عليه ذكرهم وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأي الصلاة إذا حجي مسخاخري مبل سالساي عبد الله ابن حبشي الخثعمي تذكر مالتي العابزي مبل سالساي قدماي عبد الله بن مسعود قال أي أبو ذر سالساي عبد الله ابن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأي صلاة أفضل قال طول القنوت قيل فأي صدقة أفضل قال الجهاد المقل قال فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عز وجل قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف القتل قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده وعقر جوادهم هذه حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي يخب أبزي كما يقرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيذكر وما لديهم جهد المقل يعني تزكى لك مالتي جهد المقل تزكى لك مالتي
أوه. أبزر ما إلك جهد المقل نجركم مالتيو. إذن أزي حديث زي حديث عبد الله ابن ابن حبشي الخثعمي، ابن حبشي الخثعمي ذكرنا يوم التي حديث عظيم وبزوح فائدة زلو ومالتي كم أون ذا حديث ذي الإمام النسائي ذكر لنا كله، كذلك الإمام النسائي ذكر لنا حديث أبي ذر أبتأشب الحمد لله. وحديث عبد الله بن حبشي الخثعمي برضو رواه الإمام الدارمي في مسنده. نعم. إذن زياتهم مستخاخري لحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثلاثة سبات يوم ساتهم كآ أبو ذر، عبد الله بن مسعود، عبد الله ابن حبشي الخثعمي. كذلك أزون ذكروا حديث زي مستخاخري من بالربعي حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص. قال الإمام البخاري الإمام أحمد رحمه الله، عفوا الإمام أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن عمرو قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم قال مه؟ قال الصلاة، ثم قال مه؟ قال الصلاة 3 مرات. قال فلما غلب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. قال الرجل فإن لي والدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرك بالوالدين خيرا. قال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أعلم، أنت أعلم. هذا الحديث ضعيف في الإمام شعيب الأرنؤوط رحمه الله محقق المسند، حققه الإمام مسند كتاب زي الو ضعيف الرواية، لأن أبكال الرواية فاذهب فجاء ففيهما فجاهد إذبال أبذل، لكن أنت أعلم إلى ما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبلكم. إذن زي أتم كم تزبل الكخوم شواهد مسخاخري 4 مسخاخري رخبنا زقاء حديث النق زيبل كم بخانو بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبلكم. فعبد الله بن عمرو بن العاص ذكروا مالتي وقال أتون مسخاخري اللي حديث عمرو بن عنبسة، برضو حديث عبد الله بن حبشي ذكرنا هنا حديث عمرو بن عنبسة برضو عن عمرو بن عنبسة قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. يا سلام. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال
إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة. يا سلام ليكم. هذا الحديث لك الإمام الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله له حديث صحيح رجاله ثقات. كده أقول لكم حديث دي عن عمرو بن عنبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ اسلمنا انت مالتي. قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، لبخ لرب سبحانه وتعالى كتهبه، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، كاب إذ كان ملحس كان كأ دك أسبات كدحنو. قال فأي الإسلام أفضل؟ أين يتزبلت أسلمنا إلهم الإيمان بربك تأمن. قال وما الإيمان؟ تاي إيمان؟ قال إلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وبربك تأمن وملائكه ومصحفته وتم لأخاتناته وبيوم القيامة تأمن. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. فأينايك أتزبلت أسلمنا، أيناي تزبلت إيمان؟ فإلهم سيدنا محمد هجرة. قال فما الهجرة؟ انتهي مالت هجرة؟ إلهم سيدنا محمد عليه السلام تهجر السوء، يعني كل النجرات حماء كتقدفه. الهجرة أساسه كبعد حماء أنا بعدي اسلمنا كتهاجري كم أون كاب سراح حماء نبطبق سراح كتهاجر. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. فأين يخيت الزبالة هجرة إلهم مسحتته إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزبالة هجرة جهاد في سبيل الله. قال في سبيل الله. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. ترى توم كفار رخيب كيم صلاتنا يسلمنا زخاني كفار كبهال كله وتم صلاتنا يسلمنا اسلمنا نخيز وتر ليتنك أترن زواقونا زي آتم يوم ترخيب كيم قتلهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ أما زخاني كافر كستانا يهود سلاماوي حزبي كتكاهت قتلو أبسلمنا يفك أدني. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. أتي أتم زبالة أخا مجاهدين تاوتهم إلهم كحتم كله إلهم أتم بغنزبوا من بمساراتنا توم كواغو إلهم زخدو أما فرسهم زموتو وساتهم كأدهم دفسسو زي ما توم زبالة سبات زخاني بزوح زرب الله وبزي، لكن تي مجاهد بغنزبون بنفسون في سبيل الله واقع كله نزل ركب سبيلا أو أجر مالته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة. أبزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تاي وسيخم إلهم وخلت نقرات اللواء زبالة صراحتين كم أجروا سب لسر حسب يلن أتركبين يخا سنك حج مبرور وعمرة. نعم حج مبرور وعمرة. زي مبل ربعي وي حمشاي مسخاخري إن حديث أبو هريرة ترسعوا إلو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. زيتي قندي حديثنا هنا يعني نمهروز لنا زيو حجي هل اللودم صحابة مس أبو هريرة دي سمعوا حديث زي أويلنا قدما نقر عبد الله بن مسعود قال أيك عبد الله أبو ذر الغفاري
وعبد الله بن حبشي الخثعمي، وعمر بن عنبسة وعمر بن عنبسة. نبلكم بار زياتهم تم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 4 خوينهم زيهم كمؤون عبد الله بن عمرو بن العاص حمشته عبد الله بن عمرو بن العاص وين ذكرناه حديثناته نبلكم بار زياتهم حمشته مسخخري ناي حديث أبو هريرة ذكرنا نبلكم كمؤون حديث عمرو ابن العاص ببلشاتشاي مسخخري حديث عمرو بن العاص أب مسند الإمام أحمد. تمام زي شاتشاي انتايب لزي حديث زي اسكندر أي تايب لنا عمرو بن العاص أفتي ودو عبد الله ذكر لنا أبزخاء سخان والدخان أب علم الحديث أتيخاء قال رسول الله تبارك الله عبي شرفيو عبي أجري فأدو دكنا أبكو عصان أبل ستيشن خدون كله دحزني لكن ودخا تمهاراي كوينو قرآن حفيزو حديث حفيزو وي دكتور كوينو وي مهندس كوينو مسؤخة أزين علم الشرع كركبون كله بار عبي عدليزي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا رب اهدي أبناءنا. فأبؤني عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص دايبل كاب اقرأ في عن قفبلو آياتنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثني رشدين قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. قال الرجل أكثرت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلين الكلام وبذل الطعام وسماح وحسن الخلق. قال الرجل أريد كلمة واحدة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فلا تتهم الله على نفسك. اذهب فلا تتهم الله على نفسك. نعم إذا حديث زي كبرات سمعتنا كم تريئوا لكم حديث عظيم زي ما ببلش شيء مسخاخري عبد الله عفوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يبل أن حديث سبأي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حديثهم أول أخرى بي انتهت الزبالة أسرح إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام برب خاخ تأمن وبحق خاني كم خانو خاني كتأمن وجهاد في سبيل الله دماء كتكيد كم خاني حج مبرور كتحجج تحراي لو تسبعي أبزحكم لي يا رسول الله بزي حني سراح زي فسيدنا محمد يلوم بقر طعم زرباخ تزارب وبزكاء لك دما صدقه تبلع كم خاني طعم سبكون وبعل علط أباي كن دحراي لو تسبعي حنت قال يدلي حنت قال هبوني فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقى لما كد وأززك ربي استقوان فكا قدر مرحبا لك تقبل مرحبا لك تقبل أبشكن أبطرطارن أي تؤتو إلى أمه سيدنا محمد أزي لبوا نسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كينو يركب مالتي ما شاء الله ما شاء الله. كبرات سمعتنا
ازي مبل شاد شاي مسخة خريه كخون كله نوصل لنا مسخاتكم أتم نزح حديث زي من تذكروه بعل عمرو بن عنبسة بعل عبد الله بن عمرو بن العاص بعل كم أون بعل عبد الله بن مسعود وأبو ذر شدشت بتحنا مبل شوعي مسخة خريه حديث ماعز يبل الإمام أحمد رحمه الله زحجي تملكته شوعي مسكر نزل جرزي بعد صحابة بيستفعل عليه من قدي سيدنا محمد عليه السلام حتى ونرم تأيز بلز نبربق أقرب الناس تأيو تزبلت أسرحسي رب فتوى اللي يستخسر حلني كم يقري يكبر الله ليه أبتي إيمان أبلبهم سأتوه بطعمي دقاقي سيدنا محمد حتى ونرم يسألونك عن المحيض يسألونك عن الخمر يسألونك ماذا ينفقون يسألونك تي لبي إيمان أبلبهم مسأتوه حتى تجمر كم جاءت قبر كوادة حيش جاءت قبر كوادة حيش إيمان سلزله إيمان دي يقول له أي قد شون ولا ني تايز أقربنا برب العالمين أي قد شوني حرام بليو حلال بليو أي قد شوني مسقوان نستيتي تصيقبو حماق صراحة غيره أي قد شوني ولا حنتي إيمان سلزي اللي سبحانه يقول ربك حاسبني سلزي يبل حمد كبل عني نحن زبل كوينو زي لك كم انسسا مالتو ربي بلا بكبر قرآنه أم تحسب أن أكثرهم يعقلون أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا لنا كبر قيتا بعد إذا قام بل شوعي مسخ آخرين لكم حديث الإمام حديث ماعز يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر وقال حدثنا شعبة عن أبي مسعود يعني الجريري أو نعم الجريري عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن ماعز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل عن ماعز طبعا رضي الله تعالى عنه وارضاه سئل صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. يا سلام، هذا الحديث تايبل إليك شعيب الأرناؤوط رحمه الله حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على أبي مسعود الحريري. إذن إذا حديث زي صحيح كلا يجزيه رقم لكم يبلو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن ماعز حتيتهم على سبعي أي الأعمال أفضل تأيز بلد أسرح سيدنا محمد يلوم إيمان بالله وحده برب سبحانه وتعالى سخم تقول أملختنا نكون هبو مزعتنا نكون هبو حدا قويتايو الله الله دحري أخي تايا سيدنا محمد جهاد في سبيل الله أنت نربخ تواقع جهاد دما بأفكار تواقع تخيل ندين الإسلام تكالخل بجنزب كاخ تكالخل تخيل بقلبت كاوين كتكالخل تخيل جي القرآن نحن متينا جهاد كذكر كله 10 تشع تذكره ريزيا كباي وسدوا كبرات سمعتنا قرآن كريم جهاد 10 تشع ذكره حجي اتن تشعته جنزب أقدموا تذكروا كاب نفسي وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. إذن بجنزب كاخ تواقع قدم نفسها أبحنت آيات راي أبحنت آية القرآن الكريم حنت آية لنفسها قدما كاب جنزب كاخ صخا ربي بلا كبر القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جي يقبروا دلو حواتنا فلسطين وغزة جاءتهم بطعمي
مجاهدين في سبيل الله يوم وتزبلت سراح يصرحوا له تزبلونا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بزا آيازئة نفسهم وغنزبهم أقدمهم زهبوا دلو مئنتنا عنا لهم بركة صلاتنا يسلمنا بعد صهاينا زياتهم يهود نفلسطين ترى يكونوا كحزوز دلو فلسطين حزم ون كال كل كبابي نيسلمنا كاب النيل إلى الفرات ذو كله أفتي تحستناتهم كأتوا مديدلو عباي من قستنا إسرائيل أنتم كوغبرو كسع مدينة منورة كل كأتوا دليلو ليكم من كان خلنا له بعد المجاهدين أب غزة وفلسطين دلو ساتهم دواقو دلو ساتهم دحر داني مويتهم سم دحر داني تساعرهم بقى يهود كزو تريهم بعلم ملتيو ولكن رب سبحانه وتعالى كان بعد جاءتهم دأمسلوا أب غزة وفلسطين أترفلنا أنتن دين الإسلام نخيت كف أو نخيت كف كان بعد جاءتهم رب سبحانه وتعالى أصنح لنا ليتن قترن يواقعوا أنستم يموتا دقهم يموتوا نقع يبلون وكم تريوا لكم أبتأشموا أب أخبار تتابعوا لكم جاءتهم سبات حجي زياتهم يوم تم بحقي بأر مجاهدين تآياتي آتبل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنفسهم تقدم كاب أموالهم قالوا كله جنزبي مجال بأر حجي أب إريترا زلخا أب أوروبا زلخا إريتراوي أب زخنو زلخا أنسي أي كيلين يخجاهد أي تبل بأفكا خجاهد تخيلخا أب سوشيال ميديا يعني ريتوخا تهب الحماق زقبر دلو صهاينة زقبرو دلو مجرمين كم مخانم تذكر أي كأل كان دما بجنزبكا جنزب تسدد نحواتكا أب فز غزة وفلسطين دلو دولعو وسئنهم دلو خدنو وسئنهم دلو حجخا قرر متصالو نزياتهم دما تحجز أي كأل كان أنس دخاء جنزبي باللين أنا زلنا بالنان إبلكا كأل كان ودعاة قبر الله تاسلاتك أبتا سجيدك دعاء بركن السخا أسلامايكا نحو دقافي أسلاماي نحو دقافي سلازي سئلك داموتو دابلو 50 عخا زيري قداي أي تخن زيري قداي كأنه زنقرزي أي كاريو أنا زيري قداي باللي نبزي أي تبل سلاماي أخصها فأبزي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلهم جهاد حراي بدحر جهاد كان تأيو حجة برا زبلت حجة زنبدي بالله جدال زي بالله أزي صراحة زي زبلت أسراحي لهم سيدنا محمد تفضل سائر العمل نقول صراحات انتر في إيمان انتر في جهاد نقول صراحات تقدمه دحراي لك كما بين مطلع الشمس إلى مغربها بزسر حزي سبحان الله قفحون مبزحون كمتي صحيت تبرقلو وتعربلو كندو يبلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دين دار حياتكم مبركن دي إيزي مسخة خري ناي حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة نعم إلك إذي مبل شوعي إيو مبل شوعي إذن نملس أفتح حديثنا هنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مبل شوعي مسخخري كاب ذكرنا و سكينر أي كالوت ألودو مسخخري ولا يبلو من حديث ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه بس إحنا أنيرنا جخاء حديث أبي ذر الغفاري ذكرنا هنا حديث عبادة بن الصامت برضو الإمام أحمد ذكروه سكي عبد الله عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه انتهيبل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد
عن علي بن رباح أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. يا سلام. إذا حديث انتهى حكمه. قال شعيب الأرناؤوط: حديث محتمل للتحسين وهذا إسناد ضعيف. يا سلام. بارك مزجروا فرده هو لك محتمل للتحسين وهذا إسناد صحيح. كبرها سمعتنا أبزي حديث عبد الله بن صامت يعني رضي الله عنه وارضاه. عبادة بن الصامت يبل إن رجلا حدث بأياتي وقمتي زحلف ملتي حتيتم: يا نبي الله الأخرى بي انت إزبلت أسراح إنهم سيدنا محمد إيمان بربك تأمن أملكت كهاتي بحق مخانوك أخ تأمن كم كأب جهاد كأخ جاهد تعالى لهم سبعي بجاختكم كأوست حتى يزدلي. فسيدنا محمد لهم السماحة طعم طبعي كن والصبر بعد صبر خن تعالى لسان كأوز دلي خاني شوي أخفف زبالي يدلي على لهم سيدنا محمد: لا تتهم الله بشيء قضى لك به. رب إذا قدر لك هذا، رب إذا كتب لك الحمد لله تقبل له. أنا سي أنت يا أخويني أنت تشجرني نعيسي خمس قبرين أنت يكون ذنب نيرني أيتبل قدر لك رب كتبه الحمد لله لك تقبل له. لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كبرات سمعتنا أبزيت أطعوك بليه أنتن كينو حكم بار شمونت مسخاخري ذكرنا ناي عفوا شمونت مسخاخري ذكرنا وأب عبادة بن الصامت تطولنا لنا فرضي الله تعالى عن الصحابة كلهم. إذا كمزر أخمو باستفل لي من قدي تحاتيتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمون من سخاخر له حديث عبد الله بن سلام وحديث الشفاء بنت عبد الله وحديث عبد الله بن سلام بارك كلتما سخاخري إذا مبل تشعي وعسرته سكن قرايم انتهي لنا. لك الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن عبد الرحمن حدثه عن عون بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام. الله يرحمهم زم كلهم أسبقوت. قال لي سيدنا محمد دبصح لنا رب يرحم الله. شوفوا نحن نمهار لنا ساتهم قبر مالو عداد الحسنات شغال سخاون حدا خبج أمكن سغل كاي تموت كمان سب كمان يعني سب وهقادي يقولوا أي تخن سخاون تمهر ومهر بلغ عني ولو آية جيزي من هارون بن معروف أين فلطانينا لكن إمام أحمد فلطي شيخنا إمام أحمد توايو عبد الله بن وهب كمون عمرو بن الحارث ياتهم كلهم علماء نزل حديث يذكرهم منه. إليك عن يوسف بن عبد الله بن سلام. إذا عبد الله بن سلام يهودي نيرو ولكن أسلموا إيمان بلب آتيو زيت قالت لنا أين يتزبلت أسرح إيمان بالله لك. قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع القوم وهم يقولون أي الأعمال أفضل يا رسول الله. أجي عبد الله بن سلام إذن هذا لوز يهودي زي رضي الله عنه وارضاه أسلمي. أنا دخلت كل لكم سيدنا محمد عليه السلام
سمع يوم كحتوون سيدنا محمد أين يتزبلت أسرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. جاءت كل شيء عندك يا جماعة بربك تأمن حقهم مخانو يقبوهم مخانو أملقته سيو فتاري سيو سبحانه وتعالى كمون كاني نزهي ما نتزكاه تقالس كتحلوه كم أول حج كتحجج دحراي إليك ثم سمع نداء في الوادي يقول سمع نداء في الوادي يقول أبتي ربع ناخذ كله دمت سميعا تايبل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله زي هذا سب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. فانتهى لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد وأن لا يشهد بها أحد إلا برئ من الشرك. كم زيلهم سيدنا محمد أنا وني مسكر ومسكر دما بزنا قرزي كاب شركي ناطا يخون هذه حديث عبد الله ابن سلام دما كم زيلو ذكر لنا جي تاي تعرفاتنا الشفاء شفاء زي أون حنتي كابتن علماء ذنبرتها والشفاء بنت عبد الله الشفاء بنت عبد الله يبل بزعب آخر ذكر كله الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله وكانت امرأة من المهاجرات قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل وحج مبرور. زي بالعشرتي مسخ خريط ذكروا لنا علماء كمون قالوا لنا اللغة رحمها الله ورضي عنها وأرضاها شفاء بنت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله وحج مبرور. هذه كبرات سمعتنا حديث عبد الله أبو هريرة عسرت مسخخري رخبنا أبز حجي حنت حطو الترفنا من سخنبا سخان من تاي سيدنا محمد كحطته كله بيستفعل عليه ملسي يهبو أبز ملسي يهبو علماء إلهم أتم دمتوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استفعل عليه سبات الأزهر قال لهم فعلا دخمات خنوا بإيمانكم أتروري بلوم قال لهم دخمات خنوا أبصلاة صلاتكم قتلكم حزولهم قال لهم دخمات خنوا أبطباي طبايكم ستقبلكم حزول. سلازي إذا استفعل عليه ملسي يبوم سيدنا محمد عليه السلام نتسب حتى تدلو يطعموا مالتي بر كل وزيتات زي فعلا ناب رب سبحانه وتعالى زقرب سراحي كل سراح دما بإخلاص بصدق وتصفوا سراح تسرحوا خلها درجوا عند الله سبحانه وتعالى عبي لكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير وعند الله للساعي مصير.